رمضان قرّب جدًا ولسه ما ربيتوش بَط، ما تقلقوش خالص، خالص، لسه في أنواع على فكرة لو بدأتوها دلوقتي إن شاء الله هتلحقوا وهتذبحوا قبل رمضان وهتطلع معاكم زي الورد ما شاء الله، هتطلّع أوزان وطعم جميل، وأوزان ما شاء الله بتبقى أوزان حلوة يعني. هاقول لكم بقى النهارده إيه الأنواع اللي تلحق رمضان، وإيه الأنواع بقى اللي خسارة إن أنتم تشتروها دلوقتي، لإن خلاص الوقت بقى ضيّق عليها ومش هتنفع معانا لرمضان لو أنتم عايزين تطلّعوها يعني على أول رمضان، عشان ما تضيّعوش وقت ولا فلوس. خلّونا بس الأول كده نذكر الله، اذكروا الله كده يا جماعة وصلّوا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا سمسمة ودي قناتي خير بيوتنا مع سمسمة، يالّا بينا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عنها في البَط لو أنتم عايزين تجيبوا دلوقتي بَط عشان يلحق شهر رمضان هو المولر، والمولر ده أسرع الأنواع دلوقتي إن أنتم تجيبوها يا جماعة للتسمين عشان تلحق رمضان. إحنا دلوقتي فاضل على رمضان 80 يوم. دلوقتي تقدروا تشتروا مولر ولو عُمر يوم حتى، يعني كتكوت لو عُمر يوم يعني ما شاء الله هيجيب معاكم وزن حلو أوي، هو بيوصل في 60 يوم. بُصّوا هو المولر دورته 70 يوم، من 70، 80 يوم مثلًا فاهمين؟ بس هو الأساس 70 يوم، بيتذبح من 60 يوم كمان، يعني من عُمر الشهرين تقدروا تذبحوا منه لحد ال80 يوم، وما تسيبوش المولر كتير يا جماعة عشان المولر بيخِس وبيفرّغ. ناس كتيرة أوي كانت بتشتكي من الحكاية دي، إن هي يعني كان عندها بَط مولر وسابته فاكرين يعني إن هو هيجيب وزن كبير، لكن للأسف هو بيخِس. فالمولر ممكن يجيب معاكم على شهرين 60 يوم بالضبط كان جايب معايا 3 كيلو و700 ولو سِبته كمان أكتر كان هيجيب أكتر، يعني المولر ممكن يوصل ل4 و4.5 كمان. الدهون فيه قليلة أوي وما فيهوش يعتبر ما فيهوش دهون. كمان بالنسبة لصوته عشان الجيران والناس اللي هي بتبقى متضايقة مثلًا من الصوت أو قلقانة من الصوت وهي بتربي البط، فهو برضه ما لوش صوت، يعني اختيار مناسب جدًا، جدًا لو إحنا هنبتدي نجيب دلوقتي انزلوا كده يالّا وتشجعوا رمضان ما بيحلاش غير بالبط. انزلوا كده هاتوا البط ده ربوه رمضان مولر ممتاز. في بعد كده تاني نوع معانا تاني وهو البيور. بُصّوا يا جماعة في يعني أنا عايزة أقول لكم الأنواع كده عامةً اللي هتلحق هو المولر والبيور، الفرنساوي والبيكيني والشرشيري والستار 53. هاكلمكم عنهم كده سريعًا عشان في الآخر تحددوا أنتم تجيبوا أنهي نوع. إحنا اتكلمنا كده خلاص عن المولر، خلّونا بقى نتكلم عن النوع اللي بعده وهو البيور. البيور طعمه برضه ممتاز، في البيور والستار 53 خدوا بالكم مش الفرنساوي بس، اللي هو الفرنساوي البيور لازم يبقى بيور أو ستار 53 ده بيبقى بيجيب وزن 3 و3.5 كيلو في من خلال 45 يوم ل55 يوم، يعني على شهرين برضه تقدروا تذبحوه كده ممكن يبقى معاكم 3.5 كيلو. بس هي مشكلته إن هو بيبقى يكون الدهون فيه أعلى شوية من المولر، وكمان ليه صوت عالي شوية عن المولر، يعني المولر بيبقى ما لوش صوت، لكن البط البيور أو الستار 53 بيبقى ليه صوت خاصةً لمّا بيبقى جعان. الدسم فيه بيكون أكتر شوية بالنسبة لإيه، يعني لو إحنا هنقارنه بالنسبة للبط المُلَّر، لكن برضه الناس بتحبه لإن لحمته طرية وبيضا والناس يعني اللي بتحب اللحم الطري، فالبط البيور أو البط الstar 53 بييجي بسرعة بيسموه يعني فراخ تسمين البط، بيبقى زي الفراخ البيضا كده إن هو بييجي بسرعة، فاهماني إزاي؟ بس بتبقى دهونه أكتر من البط المُلَّر ما بيبقاش فيه دهون نهائي، نهائي، نهائي. وعلى فكرة برضه سواء البيور، سواء المولر، سواء الstar 53 لو أنتم عايزين تجيبوا فيه وزن عالي يبقى علف، ثم علف، ثم علف، علف صافي يا جماعة، علف صافي هيجيب معاكم وزن كبير جدًا وفي وقت قليل أوي، ده لو أنتم يعني كنتم إيه عايزين تلحقوا رمضان. بس بقى الأنواع اللي أنا مش بارشحها لكم خالص وبرضه ده تقدر برضه تجيبوها وهتجيب يعني على رمضان تقدروا تذبحوها، هو البط البيكيني، الشرشيري، الفرنساوي. البط ده مليان دهون وخسارة، خسارة، خسارة فيه التربية بصراحة، أنا ما باحبوش نهائي. في ناس ممكن تكون بتحبه عشان برضه أقدر أقول لكم إن دي برضه في الأول وفي الآخر أذواق، لكن هو بَط بياكل كتير جدًا، جدًا، ليه صوت عالي أوي، ودهونه كتير أوي أكتر من لحمه، يعني هتلاقوا دهون كتيرة أوي، يعني حتى لمّا تيجوا تسلقوا البطاية هتلاقوا الشوربة بتاعتها دسمة، دسمة، دسمة بالزيادة من كتر الدهون اللي فيه واللحم بتاعه بيبقى قليل، وبياكل كتير أوي، أوي، وصوته عالي ومزعج بشكل رهيب، فأنا بصراحة باحس إن هو خسارة في التربية والأكل، لإن هو حوت أكل وبيعُك الدنيا. فاهمين؟ وليه صوت عالي، فيعني إزعاج وفي نفس الوقت مش هيجيب معاكم بقى اللحم، إحنا كده، كده بنربي بَط عشان عايزين لحم أكتر منها يعني دهون، لكن الناس اللي بتحب البَط اللي هو يكون فيه دهون يعني، فممكن تجيبوا البيكيني الشرشيري، هو كده، كده سعره بيبقى رخيص، وبياكل أي حاجة من البيت، يعني مش شرط إن هو ياكل علف، بياكل أي حاجة من البيت، بس برضه أصدقكم القول يعني إن هو وزنه مش بيبقى كبير، آخره بيبقى 3 كيلو عشان برضه تكونوا عارفين، وبرضه ما ينفعش إن هو يتساب بعد الشهرين علشان خاطر هو برضه بيفرّغ، يعني بيخس ووزنه بيقل. خلاص؟
لكن بقى المسكوفي خلّيني بقى أقول لكم على المسكوفي، المسكوفي طبعًا ده برضه كينج البَط وهو بعد البلدي على طول، طبعًا النوع اللي ما ينفعش إن إحنا نجيبه خالص اللي الوقت ضيّق عليها اللي هو البلدي بقى السوداني، اللي هو البَح ده ما ينفعش خالص لإن ده بياخد حوالي 5 شهور، 6 شهور عشان نقدر ندبح منه كده ويكون نشف، وبرضه ما بيجيبش وزن بيبقى 2 كيلو، النتاية الدكر ممكن يوصل ل3 كيلو، يعني عاوز يوصل ل6 شهور معاكم كده عشان يبقى نشف كده وطعمه حلو وفيه لحم، فالبَط البلدي نشيله خالص إيه من الموضوع. البَط المسكوفي برضه لو أنتم هتجيبوه عمر يوم فمش هيلحق، لإن هو بياخد 90 يوم، هو من 90 ل120 يوم، يعني من 3 شهور إلى 4 شهور. فإحنا دلوقتي أنا باقول لكم هو فاضل تقريبًا 80 يوم على رمضان، فالبط المسكوفي مش هيلحق تطلّعوه على أول رمضان، لكن لو أنتم عايزين تربوا مسكوفي فأنتم ممكن تشتروه مثلًا من عمر 21 يوم، يبقى كده ده ممتاز جدًا إن أنتم تجيبوا البط المسكوفي يكون كبير شوية، ما ينفعش يكون عمر يوم زي باقي البط اللي إحنا قُلنا عليه اللي هو المولر أو البغال والإيه، البيور واللي هو والفرنساوي والستار، دول كلّهم هتجيبوهم عمر يوم، إنّما البط المسكوفي تجيبوهم من عمر 21 يوم لو أنتم عايزين تلحقوا رمضان، خلاص؟ لكن لو دلوقتي هتنزلوا تجيبوه عمر يوم مش هتلحقوا يا جماعة عشان ما تضيّعوش فلوسكم ووقتكم كده على الفاضي وخلاص، مش مناسب دلوقتي خالص إن أنتم تجيبوه عمر يوم. كمان أنتم لو هتجيبوه عمر 21 يوم هتطلّعوا إن شاء الله على أول رمضان أو بالكتير أوي تقدروا تاكلوا منّه على نُص رمضان. تمام؟ طيب يبقى كده إحنا اتفقنا إن عشان يعني البَط اللي إحنا نقدر نشتريه دلوقتي علشان رمضان هو البَط المولر أو البغّال، على فكرة يا جماعة المولر هو البغّال علشان في ناس بتقول أنا عايزة مولر، أنا عايزة بغّال، هُم الاتنين نفس نوع البَط، هو بس الاسم بس هو اللي بيختلف. يبقى نقدر نجيب البَط المولر، البَط البيور أو البَط الستار ده كُلّه نقدر نجيبه من عُمر يوم، أمّا المسكوفي لو إحنا هنجيبه، نجيبه عُمر 21 يوم إن شاء الله بإذن الله تقدروا كده تدبحوا منه ويكون متسمّن كده على قبل رمضان. بس عايزة أقول لكم بقى على نصيحة كده مهمة قبل ما نبدأ شِرا البَط كده والتسمين، أهم حاجة يا جماعة العلف، العلف ثم العلف، العلف يكون أول شهر هنأكّل علف تركيز اللي هو 23% اللي هو البروتين بتاعه بيكون عالي اللي هو العلف البادي، بعد كده هنبتدي نحوّل من بعد أول شهر للعلف النامي اللي هو تركيز 21% وزي ما قُلت لكم كده إن أنتم لو عايزين وزن يبقى علف، ثم علف، ثم علف، البط المُلَر بياكل علف، يعني العلف الصافي بيجيب نتيجة مذهلة بجد، بجد في الوزن وفي في الطعم برضه ممتاز واللحم بتاعه ما يبقاش فيه دهون خالص. فلو أنتم عايزينه يكبر يبقى لازم زي ما قُلت لكم كده إيه، يكون علف. كمان يا جماعة إحنا نهتم كده من ضمن النصايح، نهتم بالتدفئة خصوصًا والجو بدأ دلوقتي يبرّد وهُم صغيرين، البَط لازم، لازم، لازم يتدفّى. خلاص، أي نوع بَط لازم يتدفّى، وبعد كده نبتدي بقى نضيف له مثلًا فيتامينات، نضيف له بقى كل فترة كده الخَل، نضيف فيتامينات وكالسيوم، نحط له قدّامه صدف علشان إيه، علشان المناعة وعلشان الكالسيوم مهم جدًا عشان ما ييجيلوش الكساح. عايزة أقول لكم يعني أنا من تجربتي الشخصية إن أنا جرّبت المولر وجرّبت البيور، المولر أنا بالنسبة لي كان أحسن، جاب وزن حلو أوي بدون دهون، البيور طلع برضه حلو لكن كان فيه دهونه أعلى شوية، وزي ما قُلت لكم كده الصوت كمان كان بالنسبة لي ما كانش عاجبني خالص موضوع الصوت ده، خاصةً يعني لو هو جعان، يعني لو الأكل اللي قدّامه خلص وكان جعان. بالنسبة للناس بقى اللي كانت بتسأل كمان على إن إحنا نحط لهم وجبات والّا إن إحنا نحط لهم العلف قدّامهم مفتوح، أنا يعني باحط العلف قدّامهم مفتوح، لو أنتم يعني العلف طول النهار والليل، علشان بابقى عايزة وزن بسرعة. وكمان جرّبت قبل كده المسكوفي جِبته برضه عمره 21 يوم، كان برضه حلو يا جماعة، يعني المسكوفي لو أنتم كنتم عايزين تربّوه كان لازم نخطّط بقى من بدري، كان لازم يعني نجيب من بدري. فعمومًا هي دي دلوقتي كده الأنواع، أنتم كده عرفتوا الأنواع اللي تلحق قبل رمضان، يالّا بسرعة بقى لو أنتم ما اشتريتوش أنا باشجّع الكل إن هو يملى كده الخير في البيت وانزلوا يالّا اشتروا، وعرفتوا كمان الأعمار المناسبة للشرا ونصائح كمان كده إيه، قُلتها لكم كده سريعة كده كام نصيحة كده عشان التسمين. لو عايزين بقى أي فيديو تاني اكتبوا لي بس في التعليقات وأنا هاجهّز لكم كل اللي أنتم عايزينه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك اشتراك، تفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد عن تربية الطيور في البيت. دمتم بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير.